وطبعا الاختراع ده ما عداش كده ساعتها، الاوروبيين طوروه عشان هم يبقوا رواد صناعه تقطيع وتصنيع احجار الكريستال من القرون الوسطى لحد النهارده. شوف الدنيا يا اخي تبقى في ايدك وتقسم لغيرك. تحياتي، يا رب يومكم يبقى جميل. النهارده هنتكلم عن شخص متعدد المواهب، مهندس وفلكي وفيزيائي وكيميائي وعالم رياضيات وشاعر وموسيقي وطبيب وصيدلي. معرفش الحقيقه كان بيجيب وقت منين لكل ده، بس الحقيقه ان هو شخص مبدع في مجالات علميه كتير وصاحب اختراعات من اهم الاختراعات في تاريخ الانسانيه. عباس بن فرناس، عبقري الطيران وحكيم الاندلس. الاختراعات لحد دلوقتي لسه بتلعب دور مهم في حياه البشريه، وعلى الرغم انه مش اول انسان يحاول الطيران، لكنه كان المثال الاكثر وضوحا في الموضوع ده. وده لانه خد اكتر قرار مناخوليا ممكن حد يسمع عنه وقتها. قرر انه يطير، ايوه يطير. قرر يطير من مكان مرتفع جنب قصر اسمه قصر الرصافة في مدينة قرطبة. اتولد أبو القاسم عباس بن فرناس سنة 810 ميلادية في جنوب الأندلس، لكنه عاش في مدينة قرطبة. حب عباس للاختراعات كان بادئ منذ الطفولة. كان معروف عنه انه بيحب يفكك الأجهزة ويركبها مرة تانية. كان عنده شغف كبير بالعلم، بالقدر اللي خلاه يتنقل من بلد لبلد طلبا للعلم، واللي برضه خلاه يدرس في دار الحكمة في بغداد. عاش ابن فرناس في عهد الخليفة الحكم بن هشام في القرن التاسع الميلادي، وكان ساعتها عباس بن فرناس مقرب للقصر الأميري، للدرجة اللي خلت عبد الرحمن بن الحكم بن هشام يعينه معلم للفلك. منصبه ده كان هو السبب في انه يتعرف باسم حكيم الأندلس. اسم عباس بن فرناس ما ارتبطش بانه اول شخص يحاول الطيران وبس، اسمه ارتبط بحاجات تانية كتير، زي انه اخترع الميقاتة، ودي كانت اول أداة لقياس الوقت بشكل عام، ومعرفة اوقات الصلاة بشكل خاص. شكلها كان غريب شويتين عن اشكال الساعات اللي احنا عارفينها دلوقتي. كانت عبارة عن دوائر متداخلة، دوائر منها بترمز للثواني ودوائر تانية بترمز للدقايق، وكان بيقيس الوقت عن طريق الظل ودرجاته. هي علوم معقدة كده شوية، بس العلوم دي هي اللي ساعدتنا اننا نوصل لاختراع الساعة. هو اول شخص وصل لطريقة لصناعة الزجاج من الرمل. مش بس كده، ده استخدم كمان الكريستال الصخري، وكان اسمه ساعتها الكوارتز، في صناعة العدسات الطبية. يعني الشخص ده ربنا جعله سبب في كل حد نظره ضعيف بيلبس نظارة وبيشوف بيها كويس. عباس بن فرناس اخترع كمان اول قلم حبر في التاريخ، وده عن طريق ان هو عمل انبوبة شبه الانبوبة اللي موجودة في القلم الجاف بتاع دلوقتي، وكان في اخر الانبوبة دي سن الريشة، وده طبعا سهل الكتابة وخلاها تكون اسرع. وخد عندك بقى كمان يا سيدي، ابتكر عباس بن فرناس تقنية لتقطيع احجار الكريستال الصلبة اللي فادت الاوروبيين بشكل كبير جدا. وده لانهم في الاول كانوا بيبعتوا الاحجار دي لمصر عشان تتقطع. طول عمرها مصر ليها بصمة في كل العصور والله. وطبعا الاختراع ده وقتها ما عداش كده ساعتها على الاوروبيين، قدروا يطوروا الاختراع ده علشان يبقوا هم رواد صناعة تقطيع وتحضير الكريستال من القرون الوسطى ولحد يومنا ده. شوف الدنيا يا اخي تبقى في ايدك وتقسم لغيرك. اما بالنسبة لعلم الفلك، ما كانش ينفع يعدي كده من غير ما عباس بن فرناس يضيف له حاجة. لا ومش اي حاجة، ده اخترع أداة فلكية لرصد النجوم، وكمان اخترع ما يسمى بالقبة السماوية، اللي هي عبارة عن أوضة في بيته شبه السماء، فيها النجوم والبرق والرعد والصواعق والسحب، تخلي اللي يدخل الأوضة دي يحس بكل العوامل الجوية اللي فيها. وكان بيشغل القبة السماوية دي عن طريق المعمل اللي هو عامله جوه بيته. مفيش في المصادر حاجة بتأكد طريقة صناعة القبة السماوية دي، لأن كتير جدا من كتب الأندلس اختفت للأسف بعد سقوط الأندلس. عرفتوا ليه بقى كنا بنقول إنه شخص سابق عصره؟ لأن القبة السماوية اللي هو اخترعها في زمنه موجودة دلوقتي في أشكال كتير، زي السينما البانورامية، وزي الحفلات اللي بتبقى الشاشة فيها مغطية 360 درجة حوالين الجمهور. وعلى الرغم من كل الاختراعات اللي قدمها عباس بن فرناس، إلا إن اختراع الرداء الكاسي اللي لبسه وطار بيه كان واحد من أعظم الاختراعات اللي اتقدمت للبشرية. صحيح إنه وقتها الناس ضحكت عليه واتريقت عليه، وفي منهم اللي قال عليه راجل ساذج ومجنون، إلا إن الحقيقة عباس بن فرناس كان عارف هو بيعمل إيه كويس، وكان حاسب كل حاجة تقريبا بالملي. كان عامل حساب قوانين الفيزياء وحركة الطير وسرعة الرياح، وعلاقة الثلاثة دول بالأوزان الطائرة. بس للأسف الحلو ما يكملش. الحاجة الوحيدة اللي نسيها عباس بن فرناس وما عملش حسابها هو الديل. يعني عباس بن فرناس صمم جناحين من الريش وطار بيهم من مكان مرتفع من غير ما يعمل الجزء بتاع الديل. وبالفعل طار عباس بن فرناس لفترة قليلة، لكن طبعا أهمية الديل في عملية الهبوط هي دي اللي خلت التجربة ما كملتش. عم عباس وقع بس الحمد لله عاش، بس حصل له شويه اصابات وكسور في ظهره وما ماتش زي ما كل الاشاعات بتقول. لكن الحقيقه ان المناخوليا هنا هو مش الاختراع ده، هو قراره انه يطير بنفسه، انه يجرب اختراعه في نفسه ومن غير اي تردد وقدام كل الناس. ويمكن لولا التجربه دي ما كناش قدرنا نوصل للطيران بالشكل اللي موجود عليه دلوقتي، لان التجربه دي بالفعل ساعدت كتير من العلماء اللي جم بعده لحد ما وصلوا للطيران. وعشان كده عباس بن فرناس كان بيتصنف انه واحد من اكبر علماء الاندلس واكثرهم ابتكارا. مفيش اي حاجه ابتكرها الا وكانت سابقه زمانها، تقدر تقول عليه كده اسطوره.
حاجة ولا في الخيال. وبسبب ابتكاراته واختراعاته اللي كانت سابقة زمانها دي، في ناس اتهمته بالسحر والشعوذة وناس تانية اتهمته بالجنون، لحد ما وصل الأمر بيه للقضاء. القاضي ساعتها كان سليمان بن الأسود، عقد له مجلس للمحاكمة بتهمة ممارسة السحر والشعوذة. هم برضو كان عندهم حق، يعني ايه بني آدم ومن 1000 سنة يخترع قبة سماوية ويحاول يطير؟ منطقي ان الناس تفهم ساعتها انه يا مجنون يا ساحر يا مخاوي، حقهم. لكن طبعا عباس الفيلسوف قدر بعلمه وفلسفته وحكمته انه يبرأ نفسه، ورد على الاتهامات دي الحقيقة رد مفجع، وقال كالآتي: إذا أحضرت الطحين وخلطته بالماء فصار عجينا، ثم خبزته في التنور فأصبح خبزا، مع أن حاله قد تغير، فهل يكون هذا محرما أم نافع للناس؟ يعني بالبلدي كده، لو جبت شوية دقيق وحطيت عليهم شوية مية وحطيتهم في الفرن طلعوا لي رغيف عيش، هل كده أنا بضر الناس ولا بنفع الناس؟ فقالوا هو نافع للناس. فقال هذا بالضبط ما أفعله، وحول المواد لأستخرج منها ما ينفع الناس. الحقيقة رد مبهر. فالقاضي طبعا حكم ببراءته، لكن المؤامرة ما انتهتش هنا، واتهموه تاني وتمت محاكمته للمرة التانية. المرة التانية دي بقى كانت في المسجد الكبير، وقدر برضه بفصاحته وأسلوبه اللبق وذكائه إنه يثبت براءته. انتهت كل الصراعات دي سنة 887 ميلاديا، السنة اللي توفى فيها العالم الفذ عباس بن فرناس، وكان عمره ساعتها 77 سنة. ورغم كل الاتهامات اللي اتعرض ليها، إلا إن العالم كله عرف قيمة الراجل ده وكرمه في أكتر من مكان وبأكتر من طريقة. زي مثلا إن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أطلقت اسم عباس بن فرناس على إحدى فوهات القمر، وزي إن مدينة بغداد عملت لعباس بن فرناس تمثال اتكتب عليه عبارة: أول طيار عربي ولد في الأندلس. وليبيا أصدرت له طابع بريدي باسمه. ومش بس كده، ده كمان سمت فندق مطار طرابلس باسم عباس بن فرناس، وكمان مطار شمال بغداد، ده غير جسر عباس بن فرناس العظيم اللي تم افتتاحه في قرطبة سنة 2011، واللي مشهور بشكله المميز جدا. وده لأن الجسر بيتوسطه تمثال بجناحين يمتدوا حتى نهاية الجسر. من وجهة نظري، لو ما كانش عباس بن فرناس أخذ قراره المناخوليا ده، ما كانش زمان الجسر العظيم موجود بالشكل ده. إن شاء الله نتقابل على خير مع قرار مناخوليا جديد. تحياتي، ويا رب يومكم يبقى لذيذ.